السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض برنامج بسيط في لغة فيجوال بيسك، ازاي نعمل ليست بوكس فيها اسماء اشخاص، ولما نضغط على اسم فيهم يطلع لي الرقم بتاع الشخص ده والمحافظة بتاعته. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بقى هنروح على التول بوكس وهنكتب فوق في البحث ليست بوكس، هنضغط عليها بقى ونضيفها في الفورم ونكبرها شوية كده عشان تبقى واضحة قدامنا. وبعد كده هجيب 2 ليبل و2 تكست بوكس، هحط كل ليبل قدام التكست بوكس بتاعه بالشكل ده، ونظبط مكانهم. الليبل 1 قدامه تكست بوكس 1 وليبل 2 قدام تكست بوكس 2. دلوقتي بقى هغير اسماء الليبلز بقى من البروبرتيز، هقف على ليبل 1 واغير التكست بتاعه واخليه فون نمبر، وبرده هنقف على ليبل 2 وبرده من التكست هنخليها جوفرنوريت يعني المحافظة. وبكده الاسامي بقت واضحة وكمان مناسبة للبيانات اللي هي هتظهر. دلوقتي بقى هروح اقف على الليست بوكس، ومن ناحية اليمين كده عند البروبرتيز هلاقي حاجة اسمها ايتمز، قدامها كده في 3 نقط هضغط عليهم، يفتح لي بقى صفحة صغيرة، ومن هنا هبدأ اضيف الاسماء اللي انا عاوزاها. هكتب كل الاسماء اللي انا عاوزاها وهضغط اوكي، الاقيهم اتضافوا عندي جوه الليست بوكس. دلوقتي بقى احنا عاوزين نعمل ايه؟ انا ضفت 5 اسامي في الليست بوكس، وعاوزة لما اضغط على اي اسم فيهم مثلا بسملة يظهر لي في التكست بوكس الاول الرقم بتاعها، وفي التكست بوكس التاني المحافظة بتاعتها. يعني بمجرد ما اختار اي اسم من الليست البيانات الخاصة بيه تظهر تتعرض عندي تحت بشكل تلقائي. طيب بقى دلوقتي احنا هنكتب الكود ده فين؟ الكود اللي بيخلي لما اضغط على الاسم يجيب الرقم والمحافظة ده اسمه حدث او ايفنت. الحدث ده بقى موجود فين؟ موجود جوه الليست بوكس. الحدث ده معناه ان اول ما اختار اسم من عليها، عشان بقى افتح الحدث ده هعمل ايه؟ اروح على الليست بوكس وهضغط عليها دبل كليك، هيفتح لي صفحة الكود على طول، وهلاقي انه فتح لي حدث اسمه ليست بوكس 1 selected index changed. ده معناه لما الاختيار جوه الليست ده يتغير شغل الكود اللي انا هكتبه هنا. دلوقتي بقى هنيجي نكتب الكود. اول حاجة هنبدأ بيها هي كلمة F، بعد كده نكتب ليست بوكس 1 و selected index بيساوي 0 then. طيب ليه بقى هنكتب F اصلا؟ عشان ببساطة احنا بنقوله لو حصل كذا اعمل كذا، فاحنا هنا بنقوله لو الشخص اختار اول اسم من الليست بوكس اللي رقمه بيبقى 0 ساعتها نبدأ نحط الرقم والمحافظة بتاعته جوه التكست بوكس. طيب نقف هنا بقى وقفة كده ونسأل نفسنا أصلا يعني ايه selected index أصلا؟ الاندكس هو رقم كل عنصر جوه الليست بوكس ليه رقم، علشان الكمبيوتر ما بيفهمش أسامي، هو بيفهم أرقام، فبيمسك أول اسم ويديله رقم 0 وتاني اسم رقم 1 وتالت اسم رقم 2 وهكذا. يعني أنا ضايفة 5 أسامي هيبقوا مرقمين من 0 لحد 4. ده معنى selected index بيساوي 0، معناها لو المستخدم اختار أول اسم موجود في الليستة هتكون بسملة. ساعتها بقى هنديله أمر يقولي اكتب تحتها بقى الرقم بتاعها والمحافظة الخاصة بيها جوه التكست بوكس. ويمكن بقى حد يسألني هو ليه أول رقم 0؟ ليه بقى أصلا مش 1؟ بصوا في البرمجة في قاعدة معروفة، أي مجموعة عناصر بترتبها البرمجة تبدأ العد من 0 مش من 1. يعني الكمبيوتر لما شاف 5 أسامي اللي أنا حطيتهم دول مش هيقول أول واحد اللي هو الاسم بسملة هيكون رقمه 1، لأ، هيقول أول اسم ده اندكس 0، تاني اسم ده اندكس 1، تالت اسم ده اندكس 2، رقم كل اسم ده بنسميه اندكس. طيب يعني ايه اندكس؟ الاندكس ده معناه ترتيب العنصر جوه الليست بس بترقيم البرمجة اللي بيبدأ من 0. فاحنا هنا بنستخدم الرقم ده عشان نقوله لو المستخدم اختار الاسم اللي ترتيبه 0 اعمل لي كذا، لو اختار الاسم اللي ترتيبه 1 اعمل لي كذا. دلوقتي بقى هقوله لو المستخدم اختار العنصر اللي رقمه 0 واللي هو عندي هنا اسمه بسملة اعمل ايه؟ اقوله يكتب لي في التكست بوكس الاول الرقم بتاعه والتكست بوكس التاني المحافظة. تبقى تكست بوكس 1 دوت تكست بتساوي دبل كوت وهكتب فيها الرقم بتاعه. تعالوا بقى نفصله كده كلمة كلمة. اول حاجة تكست بوكس 1 ده اسم الصندوق اللي احنا عايزين نحط فيه حاجة. بعد كده دوت تكست معناها احنا بنتعامل مع النص اللي جوه الصندوق، يعني اللي هيظهر للمستخدم. بعد كده علامة اليساوي دي معناها خليه يساوي او حط فيه، يعني احنا هندي للصندوق ده قيمة معينة. بعد كده هنقوله دبل كوتس، بعد كده هنكتب جواه الرقم بتاعنا، وده النص اللي هيظهر جوه التكست بوكس اللي هو الرقم بتاعه. بالنسبة للتكست بوكس التاني اللي هنحط فيه المحافظة نفس الفكرة بالظبط. ده معناه حط اسم المحافظة اللي هي كايرو دي
جوه التكست بوكس 2. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ حطينا البيانات الخاصة بالشخص ده في التكست بوكس لما يختار اسمه. دلوقتي بقى عايزين نعمل الاسم التاني، نفس الفكرة بالظبط، بس بدل ما رقم الاندكس يكون 0 هنخليه 1، لان ده ترتيب الاسم التاني جوه الليست بوكس. ناخد كوبي للكود ده، نغير بس الصفر والبيانات بتاعة الشخص ده. نفس الفكرة هنعملها للشخص التالت، هنغير رقم الاندكس نخليه رقم 2، وبعدين نكتب البيانات الخاصة بالشخص ده. وكده كل ما اختار الاسم التالت من الليست بوكس الرقم والمحافظة هيتعرضوا تلقائي في التكست بوكس بتاعه. بالنسبة للشخص الرابع نفس الفكرة برضو، نغير الاندكس ونخليه 3 عشان ده ترتيب الاسم الرابع جوه الليست بوكس، وبعدين نكتب بيانات الشخص ده في التكست بوكس. أخيرا الشخص الخامس نفس الفكرة بالظبط، هنغير الاندكس ونخليه 4 لان ده ترتيب الاسم الخامس جوه الليست بوكس والاخير، بعدين نكتب البيانات بتاعته في التكست بوكس بتاعته. كده كل اف زائد selected index معناها ايه؟ لو المستخدم اختار الاسم ده من الليست بوكس اعرض الرقم والمحافظة الخاصة بيه. تكست بوكس 1 بيحط الرقم جوه الصندوق الاول، تكست بوكس 2 بيحط المحافظة جوه الصندوق التاني، رقم الاندكس بيبدأ من 0. بعد كده بقى نبدأ بقى نشغل البرنامج ونختار الاسم عشان البيانات تظهر تلقائي. نضغط بقى على ستارت، اول ما اضغط على الاسم بسملة هيتعرض الرقم بتاعها في التكست بوكس الاول والمحافظة بتاعتها كايرو بتاعتها في التكست بوكس التاني. وضغطنا على الاسم فاتن يظهر لنا برضو رقمها وكمان المحافظة بتاعتها بورسعيد. لو ضغطنا على شروق هيظهر الأقصر، ضغطنا على اسم مروة هيظهر الفيوم، لو ضغطنا على الاسم مريم هيتعرض الرقم بتاعها وكمان المحافظة اللي هي الإسكندرية. وهنا السؤال ازاي الكمبيوتر عارف يجيب البيانات من غير ما نكتب الاسم نفسه جوه الكود؟ والإجابة هنا عشان الكمبيوتر بيعرف كل اسم من خلال رقمه في الليست بوكس اللي احنا بنسميه اندكس. يعني البرنامج مش محتاج يعرف الاسم نفسه، هو بيتعامل مع الرقم اللي هو اسمه اندكس، يعرض البيانات الخاصة بالاسم اللي رقمه ده. احنا كمان ممكن نظبط شكل الفورم ونخليه احلى من البروبرتيز، ممكن نغير الوان الفورم وكمان نضيف خلفية، كمان نغير خلفية كل أداة. أتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام.